كان لونه جميل صلى الله عليه وسلم، لا هو ابيض قوي ولا هو اسمر، وكان طول جسمه معقول، لا هو طويل قوي الطول اللي لما تشوفه تحس ان حد طويل قوي، ولا قريب للقصر، طول معتدل، وكان وجهه مستدير، وعينيه صلى الله عليه وسلم كانت واسعه وسعان جميل، وجفونه من هنا كانت منفوخه شويه، وكان طرف الجفن مشدود لبره، وكان سواد عينيه اسود، وكان بياض عينيه ابيض جدا، وكان طرف جفنه محمر لونه احمر شويه، وكانت حواجبه صلى الله عليه وسلم رفيعه، ومن كتر جمال وشه صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه كانوا بيقولوا وكأن الشمس تجري في وجهه. كانت لحيته صلى الله عليه وسلم ضخمه جدا وسودة جدا، وكانت تملأ صدره، ومن كتر ما الصحابه كانوا مركزين معاه كانوا اعدوا ليه في الحته دي 17 شعرايه بيضاء. كان شعره صلى الله عليه وسلم طويل وناعم جدا، ولونه اسود وناعم نعمان مقبول، حاجه كده بين البنين جميله صلى الله عليه وسلم. ويروى عنه ان هو كان بيطول شعره صلى الله عليه وسلم لحد ما يوصل لشحمه اذنه، وساعات كان بيطوله لحد ما يوصل لكتفه. كانت رقبته صلى الله عليه وسلم طويله ولونها ابيض، كانت كتافه عريضه، وكان صدره عريض صلى الله عليه وسلم، وكان سواء البطن والصدر، يعني ما كانتش بطنه اعلى من صدره. النبي صلى الله عليه وسلم كان صدره عريض وبطنه متقسمه كان فيها عضلات بطن. كان الصحابه بيقول عنه ان كفه الين من الحرير واعطر من المسك. لما كان بيمشي صلى الله عليه وسلم كان بيرى فيه النشاط، كان بيمشي مشية راجل صلى الله عليه وسلم، وكان صوته جميل وهو بيتكلم صلى الله عليه وسلم، كان صوته فيه بحة كده، صوته مميز. أمه كان اسمها آمنة بنت وهب، ومرضعته كان اسمها حليمة السعدية. وبوجود النبي صلى الله عليه وسلم عند المرضعة حليمة السعدية يروى عنها ان هي رأت كرامات وبركات في حياتها كتير جدا. وحاضنة النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها ام ايمن. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اول زوجة خالص السيدة خديجة، ثاني زوجة السيدة سودة، ثالث زوجة السيدة عائشة، رابع زوجة السيدة حفصة، خامس زوجة السيدة زينب، سادس زوجة ام سلمة، سابع زوجة السيدة حبيبة، ثامن زوجة السيدة جويرية، تاسع زوجة السيدة ميمونة، عاشر زوجة السيدة صفية، الزوجة ال11 السيدة زينب، والزوجة ال12 يروى انها ريحانة بنت زيد، واختلف اذا كانت زوجته ولا من اناءه صلى الله عليه وسلم. وابناء النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا القاسم، سيدنا ابراهيم، سيدنا عبد الله. اما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فهم السيدة زينب، السيدة رقية، السيدة ام كلثوم، السيدة فاطمة. واحفاد النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة فاطمة الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم. أما أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب أمامة وعلي. اتولد يتيم صلى الله عليه وسلم يوم 12 ربيع أول عام الفيل، ولما بقى عمره 6 سنين أمه ماتت ما بين مكة والمدينة، واللي تولى أمره وتكفل به جده عبد المطلب. ولما بقى عمره 12 سنة صلى الله عليه وسلم خرج مع عمه أبو طالب للشام، فشافه راجل كبير. الراجل ده ساعتها قال لعمه أبو طالب إن محمد صلى الله عليه وسلم فيه كل صفات النبوة. اتجوز السيدة خديجة وهو عمره 25 سنة، وهو عنده 35 سنة صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقبل النبوة وقبل أي حاجة. اختلفت قريش مين اللي يحط الحجر الأسود في مكانه في الكعبة، فلعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم قالوا له أنت اللي هتحكم بيننا، فحكم بينهم وبإيده هو اللي حط الحجر الأسود في الكعبة. وهو عنده 38 سنة ظهرت عليه معظم علامات النبوة، لدرجة إن الكهان والرهبان حسوا بقدوم نبي عليهم هيخرج الأمة دي كلها من الظلمات إلى النور. وهو عنده 39 سنة صلى الله عليه وسلم بدأ يحب القعدة لوحده، بدأ يحب الخلوة مع الله عز وجل، بدأ يقعد كتير في غار حراء لوحده، وبالأخص في شهر رمضان. وفي يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قاعد لوحده في الغار، ينزل عليه سيدنا جبريل بالوحي وهو عنده 40 سنة. ومن هنا بدأت رحلة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد نزول الوحي قعد النبي 3 سنين يدعو الناس إلى الله، وساعتها أسلم معاه سيدنا أبو بكر والسيدة خديجة وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا زيد. وساعتها ربنا سبحانه وتعالى أمره بالجهر بدعوته، وأول ما جهر بدعوته صلى الله عليه وسلم قومه كلهم أذوه. وبعدها بدأ الكفار يعذبوا أي حد يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدها النبي صلى الله عليه وسلم قرر يعمل
اجتماعات سرية لنشر الإسلام ولدعوة الصحابة وتربية الصحابة في دار الأرقم. وبعدها ب10 سنين مات عمه أبو طالب، وبعدها ب3 أيام ماتت السيدة خديجة. وحزن صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجته حزن شديد جدا، كان ساعتها عمره 50 سنة. وبعدها خرج لأهل الطائف يدعوهم إلى الله عز وجل فأذوه أذية ضخمة جدا. وهو عنده 51 سنة الله عز وجل أسرى به من مكة، من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، وأعرج به من الأرض إلى السماء إلى سدرة المنتهى. وساعتها الله عز وجل فرض عليه وعلى أمته 5 صلوات. وهو عمره 52 سنة، وفي موسم الحج أسلم معاه 12 صحابي، وال 12 صحابي دول بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وبعت معاهم سيدنا مصعب بن عمير يعلمهم الإسلام، ودي سميت ببيعة العقبة الأولى. وهو عنده 53 سنة صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالهجرة إلى المدينة، وفضل منتظر أمر ربنا سبحانه وتعالى بالهجرة، وفضل منتظر معاه سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا علي بن أبي طالب. واجتمع ساعتها قريش في دار الندوة علشان ينظروا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا ساعتها على قتله. فنزل سيدنا جبريل من فوق 7 سماوات عشان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم باللي قريش ناويين يعملوه، وعشان يخبروا ان خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيأمره بالهجرة. وبعدها هاجر صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه سيدنا أبو بكر، وصلوا المدينة، بنى المسجد النبوي وبنى الحجرات، وبدأ التاريخ الهجري. وفي تاني سنة من الهجرة يبدأ أول غزوة. وبعدها في نفس السنة كانت غزوة بواط، وبعدها في نفس الشهر كانت غزوة بدر الأولى. وفي نفس السنة يوم 17 رمضان كانت غزوة بدر الكبرى. وهم راجعين صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر بنته رقية توفي. وفي نفس السنة كانت أول صلاة عيد للنبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين. وفي شهر شوال اللي هو بعد العيد على طول يهود بني قينقاع نقضوا العهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم. وبعد شهر شوال ده شهرين وبيجي عيد الأضحى، وفي عيد الأضحى ده كان أول عيد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي فيه بكبشين، كبش عن أمته وكبش عن محمد وآله. وهو عنده 55 سنة صلى الله عليه وسلم كانت غزوة أحد، وبعدها حرمت الخمر. وهو عنده 56 سنة بدأ غزوة بني النضير. وفي غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة كان عنده 57 سنة. وصلح الحديبية كان عنده 58 سنة. 59 سنة النبي صلى الله عليه وسلم عمره 59 سنة وكان في غزوة حنين. 60 سنة عمره 60 سنة وكان في غزوة مؤتة وفتح مكة. كان عمره 61 سنة وبدأ غزوة تبوك. هيشفع لنا يوم القيامة. هو الوحيد اللي لو اتبعته وخالفت كل البشر ربنا هيرضى عنك. خازن الجنة مش هيفتح الجنة إلا لما يعرف إن اللي بيخبط عليها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو وقفت على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة خلاص انت كده نجوت. هيقف يطمن عليك وانت على الصراط، وهيروح يجيب ناس من النار يدخلهم الجنة بأمر من ربنا سبحانه وتعالى. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم شرط من شروط إيمانك وإسلامك أصلا. والمفاجأة إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد اللي لو كان موجود لحد دلوقتي كان كل الأنبياء اللي قبليه تبعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما تجمع بالأنبياء كلهم في رحلة الإسراء والمعراج هو اللي صلى بيهم إمام. ربنا سبحانه وتعالى خلق درجة في الجنة للنبي ما خلقهاش لحد غيره اسمها الوسيلة. ربنا سبحانه وتعالى خصص للنبي صلى الله عليه وسلم نهر مخصوص ليه في الجنة اسمه نهر الكوثر. وتعدي الأيام ويوصل سن 63 سنة ويمرض مرض شديد جدا ويطلع على المنبر ويخطب في الصحابة يحسوا ان هو خلاص بيموت، فالصحابة يبكوا بكاء شديد جدا ويمتلئ المسجد بالبكاء ويشتد عليه المرض صلى الله عليه وسلم لدرجة انه يستأذن زوجاته ان هو يمرض عند عائشة. والصحابة قاعدين في المسجد مستنيين النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم عشان يصلي بيهم، ويقرب وقت الصلاة ويدخل وقت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يقوم يصلي بالصحابة، ويأمر السيدة عائشة ان هي تقول لسيدنا ابو بكر ان هو يصلي بالمسلمين، فسيدنا ابو بكر يصلي بيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدر فيقوم فيفتح ستارة المسجد ويبص على المسلمين، وكانت اخر نظرة ليهم فيبتسم ليهم ويدخل اوضته صلى الله عليه وسلم، ويشتد عليه المرض ويشتد عليه الوجع لدرجة ان هو يقعد يردد لا اله الا الله ان للموت لسكرات. وفجأة تسمع السيدة عائشة وهو بيردد بيقول بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى، فتعرف انه خلاص مودع الدنيا صلى الله عليه وسلم.
ويموت النبي ويتوقف الوحي وتضلم المدينة ونتبقى إحنا من بعده صلى الله عليه وسلم.